وبركاته. أخباركم يا جماعة؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو ده هتكلم عن طريقة الكروت. احنا طبعا متعودين زي في البوت اللي فات اللي هو بتاع الهامستر ان احنا كان المفروض كل يوم بينزل لنا كروت يومية بتدينا عملات اكتر او كوينز اكتر. تمام. وكان بينزل لنا شفرة البوت بتاع التاب كوينز ده مفهوش كده. فدي حاجة حلوة برضو ان هو يخليك ما تخشش عليه كل يوم، يخليك ان انت هتعمل اللي انا بقولك عليه ده مرة، وبعد كده بقى انت هتبقى تخش عليه مثلا كل نص ساعة ولا حاجة. انك تعمل ايه؟ هتروح داخل كده وتبتدي بس تعمل الضغطات بتاعتك. وانا هشرح برنامج الاوتو كليكر برضو دلوقتي، اللي هو ازاي بيعمل ضغطات اوتوماتيك من غير ما انت تتعب ايدك او الكلام ده كله. تمام. احنا عندنا من اختيار ماينز هنا، لو ضغطنا تحت ماين في حاجة اسمها كروت. بالنسبة للناس الجديدة بقى خالص انا هتكلم كأن الناس الجديدة هي اللي بتسمع مش الناس القديمة. في عندي كروت بتبقى مفتوحة وفي عندي كروت بتبقى مقفولة، وعشان تبقى واضحة تمام هنشوفها في البوت اللي هو المبتدئ دوت. انا عندي كارت اهو معمول عليه علامة قفل، ده عليه علامة قفل علامة قفل. بالمناسبة يا جماعة انا بضغط بصوابعي الاتنين على الشاشة عشان اعرف انزل لتحت. تمام. لما اجي ارفع برفع بصابع واحد، اما اجي انزل بنزل بصابع الاثنين. تمام. جميل. الكروت المقفوله دي سيبك منها دلوقتي. انت اول حاجه هتعملها ايه؟ انك تحاول تعمل انفايت فريندز. ليه؟ عشان خاطر تعلي القيمه. يعني انا مثلا هنا، تعالى معلش انا اسف. تمام. انا عندي هنا 1000، فالألف ما تساعدنيش ان انا افتح الكروت. انا يعني مش هعرف افتح كروت او انا مش هعرف ارقيها عشان اجيب فلوس في الساعه. تعال نشوف الكروت دي بتفيدني في ايه. تمام. ونشوفها هنا على الصور على الطبيعة. انا عندي الكروت اللي انا رقيتها في الاكونت الكبير الاساسي بتاعي بتجيب لي 37 الف كوينز في الساعة. بتجيب لي 37 الف كوينز في الساعة، بالتالي انا بقدر اعدل بسرعة. تمام. تعال نشوف الاكونت المبتدئ بقى. انا صفر، صفر ما بتجيبش. طيب الصفر ده لو هفترض في الاكونت عشان نبقى فاهمين اهو، انا هروح على الاكونت اللي مبتدئ اهو. جميل. عشان تبقى الصورة واضحة مثلا، انا الكارت ده رقيته مرة واحدة اهو. بيقول لي ايه؟ لو انت ضغطت ترقية للاكونت ده هيديك 95 في الساعة. تعالوا نشوف كده. كل ساعة هيبقى العائد بتاعه 95 فوق كده على اليمين اهي بقت 95. كل ما برقي كروت كل ما بيجيبني اكتر. فانا طبعا اعتمادي هنا مش على ان انا افتح كروت يومية، اعتمادي ان انا افتح كل الكروت اللي عندي، سواء اللي في الصفحة دي تمام، او اللي في الصفحة اللي جنبها دي تمام، او اللي في الصفحة اللي جنبها دي. اول حاجة هبدأ اعملها ان انا اعمل دعوة اصدقاء. دعوة اصدقاء احنا قلنا من السهم فوق هنرجع اهو. دعوة الاصدقاء من فريندز من هنا اهي. او قبل دعوة الاصدقاء هنعمل ايرن الاول. الايرن دي ننفذ المهمات دي عشان تدينا فلوس. يعني ادي كده ايه؟ ادي 10000، ادي 20000، تمام، ادي 30000، ادي 40000 تقريبا، او 40500، ادي 50000، ادي 60000، 65000 تقريبا، حوالي 65000 مع دعوة الأصدقاء والكلام ده كله يبقى 100000. فلما هصرف ال 100000 في ترقية الكروت هيجي لي عائد أكبر، بحيث إن أنا أقدر أفتح الكروت اللي معمولة على علامة قفل. عاوزك تفتح كل الكروت اللي موجودة بالكامل. تمام. افتحوا كل الكروت اللي موجودة بالكامل. طيب البداية هتمشي ازاي؟ البداية انك هتنقي الكارت الأعلى ربحية. يعني أنا قلت من كل 1000 يجي لك 100، يعني ال100 يجي لك عليها 10 عائد. يعني ده 800 هيجيب لي العائد بتاعه كام؟ هيجيب لي 100 كتير. يعني كده ال100 تقريبا بتجيب لي 110 حاجة زي كده. اه حلو ارقيه، يعني تمام مفيش مشكلة. طيب لقيت جيت ارقي كارت، هو طبعا معيش فلوس اهو، قال لي معكش فلوس. تمام. جيت ارقي كارت لقيته مثلا بيقول لي ده طبعا 1000 على 130 حلو جدا. تمام. جيت ارقي كارت قال لك لا ده ال 200 عليهم تقريبا 20، يعني 19 ده 20 تقريبا 10. لقيت مثلا 200 بيقول لي لا ده عليهم مثلا 14، لا ما ترقيش. ال 100 تحت لو هتجيب لك تحت ال 70 تحت السبعة ما ترقيش. لو ال 100 هتجيب لك تحت السبعة ما ترقيش. تمام. جميل. دي نقطة. نيجي للنقطة التانية والأهم، إن إحنا طبعا قلنا هنعمل الإيرن دي عشان يبقى معانا فلوس نبقى الكروت. وهنعمل دعوة الأصدقاء. للي ما شافش دعوة الأصدقاء بتتعمل إزاي، من فريندز من هنا. تمام. وأقول له سند انفايت فريند. تمام. وهعمل شير، اضغط على كلمة شير هيروح جايب لي الرابط على التليجرام. اخد الرابط بتاعي كوبي وابعته للاصدقاء. هيفيدني في ايه؟ ال10 اصدقاء، الواحد صديق هيجيب لي 10000.
60 صديق، الخمس صديق يجيب لي 60,000. ال 150 صديق ال 10 اصدقاء بيجيب له بيجيب 150 وهكذا. تمام. طيب نيجي بقى لاهم نقطه، ونقطه الكليكر بقى اللي هو دي، ان انا طبعا عاوز افضيها. بص انا هقعد اضغط بصوابعي، فانا تعب. ليه التعب ده كله؟ في برنامج اسمه اوتو كليكر، هننزله مع المتجر، انا هجيبه لكم على المتجر دلوقتي. ده شكل البرنامج، انا هرفعه لكم اهو. ده كده شكل البرنامج اللي هو على علامة اليد، اول برنامج كده. تمام. هتنزل البرنامج وهتفتحه. تمام. هفتح البرنامج قصادكم. البرنامج بيفتح بالشكل ده. كلمة تمكين اللي تحت دي بضغط عليها لأول مرة. للأول مرة. تمام. هنقفل كده. للأول مرة هيشغل البرنامج، هيروح يقول له احنا هنخش على إمكانية الوصول في الإعدادات وتفعل البرنامج. إمكانية الوصول في الإعدادات هجيبها لك، هجيب لك الشاشة بتاعتها عشان أوريك بتفعل البرنامج منين. دي شاشة إمكانية الوصول اللي بيحولنا عليها. هتلاقي في حاجة اسمها التطبيقات المثبتة. أنا موجود عندي في الخانة اللي قبل الأخيرة، على حسب ما كان عندك أنت بقى، فوق تحت في النص هتلاقي كلمة اسمها التطبيقات التي تم تثبيتها أو مثبتة أو بتضغط عليها، وهتلاقي برنامج الأوتو كليكر. هتضغط على برنامج الأوتو كليكر، هتلاقيه مش متفعل. فعله ده لأول مرة. تمام. طب انت بعد كده لو ظهر لك نفس الرساله، هتروح قافل التفعيل ومفعله عشان يشتغل معاك. تمام. برنامج كده خلاص التفعيل اهو، هنشتغل. برنامج الاوتو كليكر اهو. لو عاوز احرك البتاع اللي على الشمال ده في اي مكان في الشاشه، بضغط على السهم الازرق وابتدي احول براحتي. انا بقى دايما بفضل احط ناحيه اليمين هنا، وهروح على البرنامج. بقول له انا عاوز من علامه الزائد الخضراء دي هضيف صابع. ادي صابع. هضيف اتنين. تمام. هضيف تلاتة. يعني براحتك انت تضيف أربعة، تضيف خمسة. بس طبعا هو البرنامج ده عشان لسه بادئ، فهو أكتر من 70 ممكن ما يشتغلش. الصابع هتضغط عليها، هنضغط على الصابع الأولاني ده. ال300 دي من على شمالها، وهتضغط ضغط عشان تمسح، تعملها 40. تمام. في الصابع التاني هتعمل نفس الحركة. 40 دي الفرق ما بين الضغطة والتانية، اللي هو فرق ما بين الضغطة والتانية، كأنك بترفع ايدك وتنزلها يعني. بتبقى كام ملي ثانية في الوقت بتاعها. 40. ما تعملش أقل من 40 عشان ما تاخدش بان، ما تعملكش بلوك. وابتدي اضغط على السهم، يبتدي هو ايه، بيضغط اوتوماتيك لوحده، انا ما بضغطش. تمام. بيضغط اهو. بص يعني هو كده ايه، 3 صوابع شغال اهو. هو طبعا هيقعد يعد 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 لغاية لما ينزل المؤشر اللي تحت للصفر. اول لما ينزل المؤشر اللي تحت للصفر، هوريك حاجة هتعملها، هوريكوا حاجة هتعملوها عشان تزودوا اكتر. تمام. انا هوقف لغاية لما ينزلها للصفر. تمام. وصل عند اهو للصفر، اروح جاي مداس على المربع الازرق موقف. تمام. واروح من تحت على اليمين خالص حاجة اسمها ايه، بص اهي، اضغط عليها. بلاقي حاجة اسمها فول انرجي، بضغط عليها. تمام. ضغطت على فول انرجي اهو، فري. تمام. بقول يوز. تمام. ارجع تاني اهي. جميل. جاب لي ملالي البتاع اللي تحت دي بستعملها مره كل ساعه، يعني هي تقريبا بتجيلي مره كل ساعه. واروح جاي ضاغط تاني، ابتدي ان انا افضي. ده بيعلي لي من التعليم بتاعي، ويعلي لي من الكوينز بتاعي اللي انا هستعمله بعد كده، في ان انا يكون في عائد اكبر في الساعه. لان لما بتيجي تتحاسب في الارباح بتاعتك، بتتحاسب على العائد اللي في الساعه، يعني مش بتتحاسب على الكوينات اللي موجوده دي ولا الارقام دي، بتتحاسب على العائد في الساعه. فانت الارقام دي بتستخدمها في انك ترفع العائد بتاعك في الساعه. هوقف ثانيه عقبال ما يفضي دي، عشان فاضل خطوه اخيره اقول لك ازاي بتقفل الاوتو كليكر، لان مش اي حد هيعرف يقفل الاوتو كليكر من على الشاشه من عنده. جميل. خلاص كده انا خلصت اهو. هقفل البوت، انا مش محتاج البوت في حاجه اصلا. تمام. مش محتاجه. في عندي الاوتو كليكر مفتوح، انا عايز اقفله، اعمل ايه؟ في عندي علامه ناقص اهي باللون الاحمر، هضغط عليها هتنقص لي صابع. هضغط عليها تاني هتنقص لي الصابع التاني. وما ما اشيلش الصابع التالت. ما اشيلش الصابع التالت. اعمل ايه بقى؟
في علامة اللي هي السهمين المتقابلين تحت خالص ديت، بضغط عليها، بعد كده اضغط علامة اكس. كده انا قفلت الاوتو كليكر. تمام. البوتات اللي جايه كلها، اي بوت هيبقى فيه ضغط بالكليكر او بالصوابع، ممكن تستخدم الاوتو كليكر عليها طبيعي، مفيش اي مشكله. اي تفاصيل لاي شروحات او اي حاجه مش باينه هتلاقيها تحت الفيديو. رابط الانضمام للبوت ده برضو هتلاقوه تحت الفيديو. والتواصل معايا واتس، للي حابب يتواصل واتس يستفسر عن اي حاجه برضو، رقم التليفون موجود تحت الفيديو. السلام عليكم.